تخيل معايا واحد الراجل فقير عابد كيعذبوه في مكة، كيتجرى في الرملة بحال الجيفة، كيحطوا عليه حجر ثقيل، وما كيقول لك غير واحد الكلمة وحدة اللي كتحرك القلوب ديال قريش. كيقول أحد أحد. هاد الصوت اللي كانوا كيبغيو يسكتوا هو نفس الصوت اللي غادي يرجع واحد اليوم ويطلع فوق الكعبة وينادي بأعلى صوت الله أكبر. هذا هو بلال بن رباح رضي الله عنه. قصة إنسان تبدل من عبد مظلوم رمز من رموز الإسلام. يخليك معايا حيتاش القصة ديالو كتستاهل نسمعها حتى للآخر. بلال بن رباح الحبشي باه كان من الحبشة ومو كانت جارية سميتها حمامة. كان عبد عند آمية بن خلف، واحد من كبار طغاة قريش. كان ضعيف في الجسد ديالو ولكن الإيمان تاعو كان قوي. كانت الجلدة تاعو كحلة، صوتو كان زوين، والصدق تاع الإيمان كان مؤمن بزاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيقول عليه بلال سيدنا، وعمر بن الخطاب كان كيقول عليه أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا. تسنجو الخرشة يدير أبو بكر. كيفاش أسلموا بعد بلال؟ أدخل الإسلام في البداية تاع الإسلام، ومن بعد ما سمع شي هضرة على التوحيد تاع الله، إسقاط الأصنام، حرية من العبودية. بلال ما كانش محتاج بزاف تاع الهضرة، قلبو نيشان تقبل الإيمان. منين عرف آمية بن خلف أن بلي هو أسلم، بدات أسوأ مرحلة في حياة بلال مسكين. في قريش ما كانش بلال كيستسلم في التعذيب، وكان بلال من أكثر الناس اللي تعذبوا. كان كيحطوا عليه الرملة السخونة ديال مكة، وكيحطوا فوق صدرو الحجر كبير وثقيل. كيقولوا ليه ارجع عن دين محمد. ولكن شنو كان كيقولوا هو بلال؟ أحد أحد. أحد أحد ماشي كلمة، كانت إعلان ديال الحرب ضد الشرك كامل. آمية بن خلف زاد في التعذيب، كيجروه في الشوارع، كيضربوه، كيعطشوه، كيبغوا يسمعوه يقول اللات والعزى. ولكن الجواب ديالو كان ثابت: أحد أحد. قلبه كان عامر بالإيمان، وجسمه كان كيتحرق بالرملة، ولكن الروح واقفة. منين شاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ذاك الحال تأثر بزاف، مشى عند آمية وقال ليه: بكم عبدك هذا؟ وقال ليه بكل تكبر: بسبعة أوقات ديال الذهب. أبو بكر عطاه الذهب مباشرة بلا تردد، وكان ممكن يطلب ثمن أكثر. وآمية قال بكل تفاخر: لو طلبت أكثر لبعته. وجاوب أبو بكر بكلمة تاريخية يقنعوا فيها، قال ليه: لو طلبت أقل لاشتريته. ومن هنا ولا بلال حر مسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. بلال كان معروف بالصوت الواعر تاعو، كان نقي مؤثر فيه خشوع. منين تأسست المدينة وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، قال ليه: يا بلال قم فنادي بالصلاة. ومن هنا بدأت السنة تاع الأذان في الإسلام. كانت أول كلمات الأذان بصوت بلال، كان كيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولا أول مؤذن الرسمي ديال النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة أجل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وخدم معه في سبيل الله في الحروب، شارك في بدر. وآمية بن خلف تقتل فيها حتى هو، اللي كان كيعذبو طاح قدامه في المعركة. فتح مكة، نهار فتح مكة، بلال طلع فوق الكعبة وعاود تاني وأذن بالأذان الأول فوق أقدس مكان في الدنيا. قريش اللي كانت كتقول عليه عبد حبشي، اليوم كتسمع الصوت تاعو فوق الكعبة. ملي مات النبي صلى الله عليه وسلم قلب بلال تحرك، مبقاش قاد يأذن كيف كل كبيرة. خرج للجهاد في الشام، وكان آخر أذان تاعو في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الناس كاملين بكاو من الخوشة. بلال بن رباح توفى في الشام، كان كيقولوا هو كيموت غادي نلقى أحبة محمد وصحبه. ومات فرحان بالإسلام وبالمسار اللي عاشوا في الدنيا. الإسلام ما كيشوف لا لون لا نسب، اللي كيرفعك ديال بصح هو التقوى. العبودية الحقيقية هي عبودية الله. القوة ماشي ديال العضلات، القوة ديال القلب. الكلمة ديال الحق كتخلد في التاريخ. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا متابعة، وكتبوا لنا في التعليقات شي موضوع بغيتو نهضر عليه. وقلت لكم ما تنساوش ديروا متابعة، راه ما خسر والو اصاحبي. المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.